ايوه دي مصر ايها الساده. زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم احنا بنتكلم على المتحف او متحف الحضاره المصريه، واللي متواجد قدام حضراتكم دي مصر الحديثه بصورها بشاشات العرض اللي موجوده قدام حضراتكم بالشكل ده. وده المزج ما بين القديم والحديث في صاله العرض، واحنا بنتكلم على يعني آثار مصرية فرعونية قديمة في العديد من الحقب. احنا ما بنتكلمش على حقبة فرعونية فقط زي ما هو واضح قدام حضراتكم بالعديد من الآثار الفرعونية المتميزة ما بين يعني قطع أثرية من مراحل مختلفة لملوك مشهود لهم ومفتاح الحياة وغيره من الآثار المصرية القديمة الفرعونية. لكن احنا ما بنتكلمش على يعني واحنا في قلب متحف الحضارة ما بنتكلمش عن آثار فرعونية فقط، ولكن هناك العديد من الآثار بتمثل حقب عديدة في التاريخ المصري. واحنا شفنا هنا يعني آثار يونانية، بطلمية، فرعونية، إسلامية، مسيحية، وبتمثل العديد من الحقب زي ما هو واضح قدام حضراتكم. ده جزء من تاريخ مصر الفرعوني، واحنا موجودين مع حضراتكم داخل متحف الحضارة المصرية في قلب القاهرة. والعرض الموجود قدام حضراتكم بيمثل صور من العروض المختلفة لمراحل مصرية عديدة أيها السادة والسادة. المدخل اللي موجود في الخلفية قدام حضراتكم ده بيمثل دخول إلى المومياوات الملكية الموجودة، وإن كان يعني تعذر علينا التصوير يعني التزاما بالقواعد وغير ذلك، لكن احنا بنقول لحضراتكم اللي احنا شفناه داخل متحف الحضارة المصرية من تميز وإبداع. ودي الصور المومياوات اللي موجودة بتمثل حقب عديدة ويعني مراحل مختلفة يعني شفناها داخل البهو أو المدخل اللي موجود قدام حضراتكم في الجزء الخلفي. واحنا موجودين دلوقتي يعني داخل القاعة الرئيسية في متحف الحضارة المصرية، بنعرض على حضراتكم الحقيقة والواقع. والصورة الفريدة اللي موجودة قدام حضراتكم هي مش مقصود بها صورة تماثيل فقط، ولكن ده بتمثل جزء من التاريخ المصري الزاخر بالعديد من الآثار في حقب مختلفة ومتميزة تستحق بالفعل الزيارة من كل مصري ومصرية.